اليوم غادي نهضروا عن قصة مثيرة للإعجاب ومفاجئة في عالم الأعمال والتجميل. كايلي جينر، الشابة اللي ولات مليارديرة في سن صغير فضل الشركة ديالها كايلي كوزماتيك. ولكن شنو طرا الشركة ديالها؟ بقاو معايا باش تعرفوا الأسباب الحقيقية وراء سقوط إمبراطورية كايلي جينر. بدات كايلي مسيرتها كجزء من عائلة الكارداشيان الشهيرة. في عام 2015 أطلقت كايلي مجموعة من منتجات الشفاه اللي حققت نجاح كبير من بعد ما خرجت مجموعة من مواد التجميل وحققت مبيعات بملايين الدولارات. رغم النجاح الكبير بداو كيبانوا بعض المشاكل في إدارة الشركة. تلقت الشركة شكاوي من العملاء حول جودة المنتوجات وخدمة العملاء السيئة. في 2019 باعت كايلي 51% من حصة الشركة ديالها لشركة كوتي مقابل 600 مليون دولار، وهادشي اللي طرح بزاف ديال الأسئلة على مستقبل الشركة. تورطات كايلي في فضيحة كتعلق بالمبالغة في قيمة الشركة ديالها وثروتها الشخصية، وهذا الشيء اللي ضرب المصداقية ديالها. بدات المبيعات كتراجع وتعرضت الشركة لضغوطات مالية كبيرة. جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مبيعات مستحضرات التجميل في العالم، وهذا الشيء اللي زاد في التحديات. تراجعت مبيعات كايلي كوزماتيكس بشكل ملحوظ وفقدت الشركة جزء كبير من الحصة ديالها في السوق. وانسحاب المستثمرين وتخفيض التوقعات المالية اللي سبب في الإغلاق بعض خطوط الإنتاج. رغم محاولات كايلي إعادة إحياء الشركة، ولكن النتائج ما كانوش كيف ما كانت متوقعة. وفي النهاية سقوط كايلي كوزماتيكس هو درس في أهمية الإدارة الجيدة والشفافية في العمل. وكتبقى كايلي جينر شخصية مؤثرة وعندها القدرة باش ترجع مرة أخرى بنجاح جديد. شكرا على المشاهدة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليو التعليق على الرأي ديالكم قصة كايلي جينر والشركة ديالها. مع السلامة.